سألت سؤال للمتابعين وقلت لهم تفتكروا مين اللي يكون بيساعد تيا وشال اسمها من على الملف وكتب اسم نعومي بس نسي يشيل البيانات بتاعتها. وكان رد المتابعين ان ممكن يكون يونس، لانه هو لما ارتبطت نعومي بعبد الله قرر يعمل كده فيها، وطبعا لانه هاك فقدر يعمل بسهولة جدا كل الكلام ده. وفي ناس تانية قالت ممكن يكون يزن، وده لان يزن دايما بيدافع عن تيا ودايما شايفها ان هي شبهه ودايما واقف في صفها. وفي ناس تانية قالت ممكن يكون ابو نعومي هو اللي بيعمل كده بما ان هو ليه علاقات وواصل وكده. وفي ناس تانية توقعت ان ممكن تكون ام تيا سوري يعني مامي تيا هي اللي تكون بتساعدها، بس طبعا بطريقة متخفية خالص وغير ظاهرة. وطبعا لان هي اللي عشان كانت بتاخدها توديها للدكتور النفسي وهي اللي عارفة كل حاجة. وطبعا اكبر دليل ان ممكن يكون انها حاولت تسحب الملف بتاعها قبل ما تعمل مصيبة في الجامعة الجديدة. اما بقى التوقعات الاخيرة خالص هي ان في ناس قالت ان ممكن تكون مرات دكتور هشام هي اللي عايزة تلبس تيا الجريمة، لان هي متغاظة منها او شاكة فيها ان هي اللي ممكن تكون خلصت على دكتور فرويد او دكتور هشام جوزها، وعلشان كده هي اللي مكملة علشان تثبت الجريمة على تيا. انتوا بقى تتوقعوا مين اللي ممكن يكون بيعمل كل ده؟